السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله معادنا النهاردة مع كبسولة جديدة من كبسولة الجودة. المرة اللي فاتت اتكلمنا على إن أنت تفهم السياق المؤسسي بتاعك داخليا وخارجيا وتتعرف على نقط القوة ونقط الضعف. المرة دي بقى هنتكلم على الانترستد بارتيز. understanding in needs. أولا نتعرف مين الانترستد بارتيز، تتعرف عليهم، وبعدين تعرف إيه هي احتياجاتهم، وتعرف إيه هي توقعاتهم، وإيه هي الريسكات اللي جاية من وراهم عشان تعرف تشتغل عليهم. understanding the needs and expectations of the interested parties. مين ال interested parties؟ باختصار شديد جدا هو أي حد يؤثر ويتأثر بيك. يعني إيه؟ يعني ولنفرض أبسط حاجة، حضرتك لو بتحفر حفرة قصاد عمارة، والعمارة دي فيها سكان، دول interested parties معاك. ليه؟ عشان هم يؤثروا ويتأثروا، أنت شغلك هيتأثر بسببهم، ممكن ما تشتغلش في مواعيد معينة بسببهم، ممكن تضطر تعمل احتياطات معينة عشان يخشوا ويطلعوا من العمارة براحتهم. ممكن اصلا يجيبوا لك البوليس ويقولوا لك انت عامل لنا مشكله ويحصل نوع من انواع النزاع على الموضوع اللي بتشتغل عليه. كل الحاجات دي وارد جدا تحصل، ممكن تقطع عنهم كهرباء وميه غاز ايا كان عشان تقدر تعمل المشروع اللي انت شغال عليه. عشان كده الانترست بارتس مهمين جدا في حياتنا، لازم نتعرف عليهم. طب الانترست بارتس دول بنتعرف عليهم ازاي؟ كل الادارات المعنيه في الشركه لازم تتعرف عليهم، ما ينفعش اداره واحده بس، لان انا عندي انترست بارتيز وحضرتك عندك انترست بارتيز تانيين، لازم نتعرف عليهم ونجمعهم كلهم في سجل اللي هو ايه؟ الاطراف الداخليه والخارجيه. ايه ده الداخليه؟ ما هو الاطراف الداخليه داخل الشركه كمان، هم كمان ليهم تطلعات وليهم توقعات وليهم متطلبات زي الموظفين. ولنفرض مثلا قسم المساحه، انترستد بارتيز، انترستد بارتي. طب يعني ايه الريكويرمنت بتاعته؟ والله عايز اجهزه مساحه، الموضوع بسيط، عايز اجهزه معينه لازم تجيبها له. بقت ريكوير الاكسبكتيشن، انت هتجيبها له طبعا، وانت هتوفر له كذا وهتوفر له كذا وهتوفر له كذا، وانتقالات ومن والى والى اخره عشان يقدر ينتج المنتج بتاعه اللي هي اللوحه المساحيه او النقطه المساحيه اللي هيشتغل عليها. ده مثال. طب في انترستد بارتيز ثانيين؟ زي ما شرحت مثال بالظبط الايه؟ السكان. في انترستد بارتيز ثانيين؟ طبعا فيندور، والله رايح اتعاقد مع سبلاير هيورد لي مواسير مثلا. الراجل ده الريكويرمنت بتاعته ايه؟ عايز فلوسه في ميعادها، عايز مواصفات الماتيريال اللي احنا هنشتغل عليها. ما هو انا ما ينفعش اقول له هات اللي عندك وحاسبه، احتماليه كبيره جدا تترفض. طيب الاكسبكتيشنز ان ياخد البيمنت بتاعته في ميعادها، ان يكون في تعاقد محترم، ان يكون في بفر تايم سكادول بيقدر يورد بيه الحاجه دي ليك، ان انت توفر له مكان يحط فيه المنتج اللي هيورده لك، مش هيضطر يركنه عنده. كل دي اكسبكتيشن. طب الريسكات عكس بقى كل اللي احنا قلناه، ان هو ما ياخدش فلوسه في ميعاده. ساعتها هتضطر تعمل ميتيجيشن بلان، هيعمل ايه؟ او هو نفسه هيعمل ميتيجيشن بلان، هيعمل ايه؟ ممكن ياخرك، ممكن، ده طبيعي جدا. طيب لو ما عندكش مكان، ممكن ساعتها الميتيجيشن بلان ان هو يجيب لك على الموقع على طول. عشان كده كل التعرف على الانترستد بارتيز ده هيفرق معاك جدا. مطلوب منك ايه بقى انت ككواليتي مانجمنت سيستم؟ تلف كده على ادارات الشركه، تتعرف على الانترستد بارتيز اللي بيشتغلوا مع كل اداره، اللي هو غالبا لما تيجي تجمعهم مع بعض هتلاقي ان هم نفس الانترستد بارتيز. يعني كمثال، نفس قصه السبلاي، هو انترستد بارتي عند الكواليتي، هو انترستد بارتي عند الفاينانس، وانترستد بارتي عند البروكيورمنت، وانترستد بارتي عند التندر في الاول خالص، وانترستد بارتي عند الكونستراكشن. ده معناه ان هو انترستد بارتي بس عنده ريكويرمنت من كل واحد من دول مختلفه. مسؤوليتك ان انت تجمع الحاجه دي كلها وتشتغل عليها. مين بقى الشخص اللي يعمل كده؟ نيجي بقى لنقطه مهمه، سواء في الفيديو اللي فات او الفيديو ده. حضرتك انا ما يهمنيش مين اللي هيجمع الكلام ده. يجمع مش يعمل. يعني ايه يجمع؟ يعني كل واحد ليه دور لازم يعمله ونجمعه كلنا عند شخص واحد. لكن ما ينفعش شخص واحد يعمل كل ده، مستحيل. هتقول لي لا بتحصل، هقول لك فعلا بتحصل، وده قصور، دي مش حاجه حلوه. عشان الشخص ده مهما كان خبرته، عشان يجمع الداتا دي كلها لوحده هيبقى قدامه اختيار من الاثنين. يا هيكتشف بس الحاجه اللي هو بيفكر فيها، فساعتها الحاجه دي هتبقى ناقصه، يا اما هياخد من حاجه عملها قبل كده، ساعتها مش تبقى ابديتد، ونقعد نحتار بقى، ويجي يقعد بعد كده في وقت الاوديت او وقت المتطلبات مع اي كلاينت خارجي، مش شرط يكون سيرتيفيكيشن اوديت بس، هتلاقي بيقول له اللي هو الشخص بقى اللي المفروض كان يعملها، بس الحاجه دي مش ابديتد، ده انا عندي ابديتد. طب ما كنت جبتها من الاول واشتغلنا عليها سوا وحطيناها. وكل ما تعمل ابديت نعمل ابديت بطريقه دوريه، ممكن يبقى شهر، ممكن يبقى ربع سنوي، ممكن يبقى نص سنوي، اضعف الايمان سنوي، عشان بعد كده كلنا نقدر نوصل للنقطه بتاعه تجميع السيستم، لان هو سيستم بتاعنا كلنا مش بتاع اداره الجوده. انا عارف ان انا عمال اعيد قصه ان السيستم مش بتاع اداره الجوده،
كتير، لان دي ثقافه للاسف. وباذن الله اللي هيفهم ان هو محتاج السيستم عشان يشتغل مش عشان يقدم على شغلانه هينجح بيه جدا. ودي هي النقطه الفيصل. الثقافه بتاعه الكواليتي مش بس ورق، الثقافه هي اصلا فطره جوانا. باذن الله يكون في فيديوهات تانية، وهنكمل معاكم الكونتكست اوف اورجانيزيشن بالفيديو الجاي، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله.